السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية والعدالة، والذي أقيم بقرية أبيس الثانية لإيضاح أسس ومنطلقات الحزب، ننقل إلى حضراتكم كلمة الأمين العام للحزب من محافظة الإسكندرية الأستاذ حسين محمد، مع تحيات المركز الإعلامي لحزب الحرية والعدالة منطقة باكوس. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. والله تبارك وتعالى أسأل كما جمعنا في هذا الوقت وفي هذا المكان بحوله وقوته أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته بعفو وبفضله، اللهم آمين. أخواني الكرام، بداية أبدأ بتحية لشهداء ثورة 25 يناير، وبدمائهم استرد شعبنا كرامته، وبدمائهم استرد شعبنا حريته، ونعرفهم أننا عندنا إصرار على استكمال وتحقيق كامل أهداف ثورة ضحى مصر. ثم تحية لشباب أشعل شرارة ثورة شعب، الشباب الذي أشعل شرارة ثورتنا، ثورة شعب مصر. فتحية للشباب وتحية لسائر الثوار، وبطبيعة الحال أنتم في القلب منهم. نحن جميعا، إحنا كلنا بفضل الله تبارك وتعالى قمنا بثورة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا حقق بينا إرادته، فكنا ستار لقدر ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق بينا ما أراده الله لهذا البلد، أن يكون هذا الشعب، أن نكون نحن اللي نزيل نظام جسم على صدورنا أكثر من 30 سنة. ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا وخلانا إحنا نغيره. فتحية لكم جميعا، والله تبارك وتعالى يسأل أن يعيننا على استكمال بقية أهداف الثورة. أيها الأخوة الكرام، أتحدث بعجالة عن المنطلقات أو عن بعض الأسس والمنطلقات التي ينطلق منها برنامج حزبنا حزب الحرية والعدالة. المنطلق الأول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. المنطلق الأول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وعندما نتحدث أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يعني أننا ونحن نطالب بتطبيق الإسلام نعلم، لذا هو برنامجنا المنطلق الأولاني، أن تطبيق الإسلام هتبقى الحرية كاملة، هتبقى العدالة كاملة، هيبقى الأمن الكامل، هيبقى السلام كامل، هيبقى المحافظة على الثروات كاملة. هو ده اللي اتعلمناه من الإسلام. لما طبق الإسلام لقينا واحد زي عمر بن عبد العزيز المعروف بالخليفة الراشد الخامس، يخرج عمر بن عبد العزيز اللي طبق الإسلام كاملا، يخرج عمر بن عبد العزيز على طريق المسافرين. كان حكم الإسلام أيام عمر بن عبد العزيز امتد في المشرق والمغرب، امتد حكم الإسلام. الخليفة وقتها كان عاصمة بلاده في دمشق، يخرج عمر بن عبد العزيز على طريق المسافرين متخفيا ويسأل المسافرين الذين أتوا إلى دمشق وهم لا يدرون أن الذي يسألهم هو الحاكم نفسه. يسألهم عمر بن عبد العزيز: كيف تركتم البلاد؟
فيها مقهور والمظلوم منصور والغني موفور والفقير مجبور. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام. الإسلام لما يطبق، الإسلام لما يحكم، تركناها الظالم فيها مقهور والمظلوم منصور والغني موفور والفقير مجبور. عندها بقى عمر بن عبد العزيز وقال والله لئن كانت البلاد كلها كما تقولون خير لي مما طلعت عليه الشمس. بس ده حصل لما كان في حاكم مسلم بيطبق الاسلام. هو عمر بن عبد العزيز تدخل عليه زوجه فاطمه بنت عبد الملك بن مروان تجده يصلي، تجده يبكي في مصلاه، المصليه اللي عاملها في البيت. بعد ما صلى بيبكي، بتساله ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال ويحك يا فاطمه لقد وليت من امر هذه الامه ما وليت. ثم جلست فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعالي المجهود والأرملة الوحيدة واليتيم والأسير وذي المال القليل والعيال الكثير وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد. وعلمت أن خصمي دونهم يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكت. أولى ثانية قالت له ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال ويحك يا فاطمة لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت. ثم جلست فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعالي المجهود والأرملة الوحيدة واليتيم والأسير وذي المال القليل والعيال الكثير وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد. وعلمت أن خصمي دونه يوم القيامة ومحمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت. هو ده الإسلام لما بيحكم. معنى لما يقولوا ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فالإسلام لما بيحكم مش هيخلي فيه فرعون ويطلع مرة ثانية، لأن هو أول خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، أول حاكم علينا كمسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام لقيناه أبو بكر. وادي الإسلام اللي بعض العلمانيين عايزين يخلوا الإسلام فزاعة، واحنا كمسلمين وكمصريين نرفض ان الإسلام يكون فزاعة، ونرفض ان يستخدم اي فصيل اسلامي فزاعة. الإسلام يقولها أبو بكر لما تولى الخلافة: أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. صدقوا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا كمسلمين بنؤمن إن أبو بكر كان خيرهم وخيرنا، مش احنا عارفين كده؟ مش كتير مننا حافظين ان النبي عليه الصلاه والسلام بين لو وضع ايمان الامه في كفه وايمان ابي بكر في كفه لرجحت كفه ابي بكر. المسلمين عارفين كده، فابو بكر يعلم كده، لكن ابو بكر بيبين احنا في مكان الحكم لا، اني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني. والله العظيم انا لم ارى الى الان وثيقه تاريخيه بينت ان كان في حاكم قبل ابو بكر بيقول خلوا لي معارضه لو انا اسأت، ان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني. وبلغه العصر يعرض برنامج الحكم، يعرض برنامجه. الصدق امانه والكذب خيانه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيته فلا طاعه لي عليكم.
هذه مرجعيتنا الإسلامية. الحاكم أول حاكم لنا بنقولها للعلمانيين واللي علينا تشدقوا، والله كان أبو بكر قبل لينين وماركس. أبو بكر كان قبل أي حد إبرالي، قال أنا ليا برنامج وحفظوني على البرنامج، وبين لنا إن الحاكم أجير عند الأمة، ودي المرجعية الإسلامية، إن الحاكم أجير عند الأمة، بينه وبين الأمة عقد، لأنه هو أبو بكر. أنا بتكلم على الإسلام في منابعه الأولى اللي ما أسماش على دخل. أبو بكر بعد ما تولى الخلافة كان تاجر قماش، حطوا قماشه على كتفه وطلع يشتغل. سيدنا عمر مسك بيه، قال له إلى أين؟ قال إلى السوق. قال وأحوال المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ قال نفرض لك من بيت مال المسلمين عطاء على قدر قوتك وقوت عيالك، وكسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. فكان الحاكم الأول بتاعنا أول خليفة علينا بيحكم، وأجرته أكلته وكسوته. هي دي المرجعية الإسلامية. فأبو بكر يقول البرنامج بتاعه الصدق أمانة والكذب خيانة، وكان أول حاكم في التاريخ يبينها إن الحاكم لما يكذب على شعبه يبقى خان شعبه. قصدين احنا كنا قبل الامريكان ولا كده؟ مش كده برضه؟ الصدق امانه والكذب خيانه، والضعيف فيكم المظلوم قوي عندي حتى اخذ الحق له، والقوي فيكم الظالم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. المرجعية الإسلامية بتبين لنا إن الإسلام لما يحكم يبقى فيه مساواة، يبقى فيه عدل، يبقى فيه مساواة، ويبقى فيه عدل. كنتم مع جزء من كلمة الأستاذ حسين محمد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية. نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات المركز الإعلامي للحزب منطقة باكوس. دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، وانساه